شايفين المنظر ده؟ دي مش كفتة كده وخلاص، دي أحلى وأطعم كفتة ممكن تعملوها في حياتكم إن شاء الله. هاقول لكم كل الأسرار والحركات والتريكات اللي تخلّيها تضبط معاكم من أول مرة وتبقى متماسكة وخطيرة، أحلى بكتير جدًا من المحلات. لو أول مرة تشوفوني، دي قناتي لولو أيمن، يا ريت تعملوا لي لايك وشير لكل أصحابكم وحبايبكم واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. قبل ما نبدأ بالطريقة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعي لإخواتنا وحبايبنا اللي في الثانوية العامة ربنا يوفقهم يا رب ويكبر بخاطرهم ويحققوا كل أحلامهم إن شاء الله. عندي هنا كيلو إلا ربع من اللحم المفروم، عليهم ربع كيلو من الدهون، يعني المجموع كله كيلو بالدهون. هقول لكم طبعا فايدة الدهون دي ايه وأهميتها لا غنى عنها في الكفتة خالص. عندي هنا بصلتين كبار مفرومين ناعم ومتصفيين من المية، 4 فصوص من الثوم، معلقتين أو 3 من البقدونس، بناخد ورق البقدونس بس. البهارات طبعًا هاكتبها لكم في صندوق الوصف تحت في الفيديو، هي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، نُص معلقة من الفلفل الأسود والكمون والبابريكا، ونُص معلقة من الكزبرة، ونُص معلقة من البهارات المشكلة، وأحط معلقتين كبار من خلطة الكفتة. هاضيف المكونات كلها مع بعضها كده، وطبعًا في مكونين أساسيين لازم يكونوا في الكفتة بتاعتنا، هتعرفوهم بالخطوات كده واحدة واحدة مع بعض. أهم حاجة في الكفتة دي إن هي تتعجن كويس. هنا اللحمة مفرومة كويس أوي، البصل متصفي من المَيّة وجاهز معانا، كل حاجة مفرومة كويس أوي وواخدة حقها. أهم بقى خطوة إننا نعجن المكونات دي مع بعضها كويس أوي لحد ما المكونات تتداخل كده مع بعض وتتجانس مع بعضها، وأحس إن بقى في خيوط كده في العجينة بتاعة الكفتة، يعني تبقى فيها خيوط كده شوية. نسبة الدهون اللي إحنا بنحطها مع اللحمة المفرومة بتخلّيها متماسكة جدًا، هي أصلًا بتبقى عاملة زي السمنة كده، فبتخلّي العجينة متماسكة، لا غنى عنها خالص. أنتم لو هتجيبوا اللحمة المفرومة من برّه من عند الجزار، يُفضّل إن هي تكون فيها نسبة دهون. أول مكون معانا من المكونات الأساسية اللي لازم تبقى في الكفتة هي معلقة من البيكنج باودر. المعلقة من البيكنج باودر دي بتحافظ على الكفتة إن هي ما تكشش منِّك أثناء التسوية، وكمان بتخلّيها مفرّغة من جوّه وجميلة خالص وطرية. تاني مكون معانا هي معلقة من البقسماط الناعم، معلقة كبيرة مليانة من البقسماط الناعم، بمجرد ما تحطوها كده على العجينة بتاعة الكفتة هتلاحظوا إن هي بقت متماسكة جدًا وخطيرة بجد. جربوها هتعجبكم جدًا. معلقة البقسماط دي ما بتغيّرش الطعم نهائي، ما بتحسوش بطعمها أصلًا خالص، وكمان بتخلّيها متماسكة جدًا، ما تفكش معاكم أثناء الشوي أو حتى وأنتم بتشكلوها. هتشوفوا إزاي إنها بقت صباع الكفتة بقى متماسك خالص في آخر الفيديو، حتى قبل ما يتشوي. هاسيبها كده في التلاجة حوالي ساعتين أو أكتر، كل ما تسيبوها أكتر كل ما بتبقى أحلى، يعني ممكن تعملوها من بالليل وتسووها تاني يوم، بتبقى أحلى وأجمل. كده ما شاء الله اللهم بارك الكفتة بقت جاهزة معانا، هنغطيها كده ونسيبها في التلاجة لمدة ساعتين أو 3 لحد كده أما تتجانس مع بعضها. عندي هنا المَيّة بتاعة البصل اللي إحنا استخدمناه في الوصفة، هنضيف عليه معلقة صغيرة كده من الصلصة بتدي طعم ولون خطير أوي في الكفتة، دي اللي هنشكل بيها الكفتة إن شاء الله. هاضيف عليها معلقة من الزيت وشوية من البهارات، بس هنا أنا يعني خلاص مش هاحط ملح لإن حطيت الملح في الكفتة، وكمان الخلطة بتاعة الكفتة دي فيها ملح، فخلاص عشان ما تبقاش مالحة فهنا هاحط شوية من البهارات، رشة من الفلفل الأسود، رشة من الشطة، ورشة من البهارات المشكلة اللي هي 7 بهارات. أقلبها كويس أوي، ريحتها خطيرة بجد، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدًا. هاقول لِك إزاي تشوي الكفتة على الشواية لو ما عندكيش أسياخ، تشويها هادي عادي خالص على الشواية بتاعة الفراخ، حتى من غير عيدان الشيش طاووق ولا أي حاجة خالص، زي ما هي كده بالضبط. طبعًا لو عندكم أسياخ ممكن تشكّلوا الكفتة عليها وتشووها على الفحم كده بكل سهولة. لو ما عندكيش بقى يا ستّ الكل يبقى تعالي معايا، هاقول لِك إزاي تشكّليها من غير أسياخ. هاتي أي حاجة أنتِ متعودة تشكّلي عليها الكفتة، لو عندِك عيدان الشيش طاووق دي، حطي كده 2 جنب بعض، ادهنيها فرشة بِلّي إيدِك كده من الخلطة اللي إحنا عملناها دي، مَيّة البصل والصلصة، وكمان عيدان الشيش طاووق أو أي حاجة أنتِ بتصبّعي عليها عشان بس الكفتة ما تلزقش فيها، هتتشكل معاكم بكل سهولة. شايفين؟ صباع متماسك جدًا، تجيبيه كده توديه كده خلاص هو متماسك خلاص، ماسك نفسه.
بلي ايدك كده من المية اللي احنا عملناها كده مع بعض، اعملي كورة كده وشكلي بيها صباع الكفتة. متماسك جدا وخطير، شايفين ازاي؟ امشي بكل الخطوات اللي عملناها مع بعض في الفيديو كده، تضمني احلى كفتة متماسكة عمرها ما تفك منك ابدا اثناء الشوي حتى بدون اسياخ، وهتبقى طرية من جوه جدا وجوسي وطعمها في منتهى الجمال. شكلت كده الكمية المناسبة لينا واحتفظت بالباقي كده في الفريزر، نعمله مرة تانية بيبقى خطير برضو. هدهنها كده فرشة من الخليط ده، مية البصل والصلصة وشوية من البهارات والزيت، هدهن بيه الوش كده. انا هشويها على الفحم، بس قبل ما اشويها على الفحم هولع الفرن كده وادخلها الفرن 10 دقايق بالظبط. 10 دقايق تنزل الدهون، لان انا عايزة الدهون اللي نازلة منها، هقول لكم ليه في الاخر في اخر الفيديو. فهولع الفرن كده 10 دقايق بس يسخن، وادخلها الفرن 10 دقايق تنزل الدهون اللي فيها، عشان انا عايزة استخدمها في الاخر. عبال ما الكفتة كده تاخد 10 دقايق في الفرن، هولع الفحم كده الطريقة اللي احنا متعودين عليها، عملناها مع بعض قبل كده في الفراخ المشوية، اننا بنجيب شبكة ونحط عليها الفحم كده لحد ما يستوي. وطبعا قلت لكم في الفيديو بتاع الفراخ المشوية انك لو ما عندكيش الشبكة دي ممكن تعملي بالمصفى او الصفاية بتاعة البطاطس. احط الفحم كده في صينية، يفضل ان انتوا تحطوا ورق فويل طبقتين في الصينية عشان ما تتحرقش. دي الكفتة بعد ما طلعت من الفرن، هي اخدت بالظبط 10 دقايق في الفرن، اتمسكت شوية اكتر، وكمان نزلت الدهون اللي انا هحتاجها في اخر الفيديو. طلعتها من الصينية، رصيتها على طول في الشبكة دي كده، وبدأت ان انا اشويها بكل سهولة من غير اسياخ ومن غير اي حاجة خالص. تقدروا ان انتوا تشووها كمان حتى من غير ما تدخلوها الفرن، هتبقى متماسكة معاكم برضو. بس انا زي ما قلت لكم انا عايزة الدهون اللي هتنزل من الكفتة دي. اقول لكم ليه. هبدأ ان انا ازين الطبق كده زي ما تحبوا، وارص فيه الكفتة بالشكل ده. دي الدهون اللي نزلت من الكفتة، طبعا بنستخدمها في ان ندي تلميعة كده او لمعة للكفتة زي ما بتجيبيها من بره بالظبط، بتبقى خطيرة. شايفين فرقت ازاي؟ فرقت في لون الكفتة ازاي؟ خطيرة بجد. التركة دي تحفة جدا. صباع كفتة متماسك جوسي من جوه وطري وطعمه طعمه خطير. نعمل بقى جنبه سلطة خضراء، سلطة طحينة، تحفة جدا. كل اللي هيدوقها منكم هتعجبه جدا جدا جدا، وهيسألكم ازاي عملتوها. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ان شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير لكل اصحابكم وحبايبكم، واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل وصفاتي الجديدة.